في سنة 1971 بالتحديد كان في مجموعة مهندسين يحفرون في صحراء خلا هادي وفاضي بهدف البحث عن الغاز. فجأة صار انهيار، الأرض انهارت عليهم، حفرة ضخمة انفتحت وبدأ يتسرب عليهم غاز الميثان. الجماعة شو سووا؟ ما عرفوا كيف يحتوون الموضوع، فقرروا إشعال النيران في الحفرة. كانوا يعتقدون كم من يوم وبتنطفي هالنار، لكن تعالوا تشوفوا شو اللي صار. هذه النار ما انطفت ولين اليوم موجودة. تبغون تعرفون وين؟ في قلب صحراء كراكوم بتركمانستان. سموا هذه الحفرة باب الجحيم. بس السؤال هو ليش لين الحين ما انطفت؟ لأنها فوق حقل غاز طبيعي ضخم، وطبعا طالما الميثان يتسرب ومعاه أكسجين لابد أنه يتم مولع. هل المكان خطر؟ نعم خطر لو اقتربت وايد، لأن درجة الحرارة جدا عالية وفيه غازات. طبعا التربة ممكن تكون هشة. هل نقدر نزور المكان؟ نعم تقدر، لكن الزيارة تتم عن طريق مرشدين، وهم طبعا بيعلمونكم على إجراءات السلامة وبيكونون معاكم، وأهم شيء تلتزمون بتعليمات. الحين بسألك، لو جتك الفرصة أنك تزور باب الجحيم، هل بتزوره ولا بتكتفي بهذا القدر من المعلومة؟